تخيل أرضاً واسعة في قلب الأناضول، جبال تحرسها الرياح، ومدن تبنى من الحجر والنار. هناك ولدت حضارة الحيثيين، القوة التي غيرت ميزان العالم القديم. لم يكونوا مجرد مملكة، بل كانوا أمة تجيد صناعة الحديد في زمن كان الآخرون يعتمدون على البرونز، وهذا وحده جعل جيوشهم أشبه بالعواصف الحديدية التي لا يمكن إيقافها. وفي عاصمتهم حاتوشا كانت الأسوار العالية تقف كأنها تتحدى الزمن، معابد، نقوش، بوابات ضخمة على شكل الأسود، كلها تشهد على حضارة تعرف كيف تصنع المجد. لكن ذروة قوتهم ظهرت حين وقفوا أمام أقوى خصومهم، المصريون. وفي معركة قادش اشتعلت واحدة من أعظم المعارك في التاريخ، وانتهت باتفاق سلام مكتوب على ألواح طينية، أول وثيقة دبلوماسية حقيقية يعرفها الإنسان. لم تكن حياة الحيثيين مجرد حروب، كانوا ملوك التنظيم والقوانين وتدوين كل شيء بحكمة. ومع أن دولتهم سقطت بفعل الأزمات والغزوات، إلا أن أثرهم بقي محفوراً في تاريخ الشرق، كأن الحديد الذي صنعوه لا يصدأ أبداً.